السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وتكون صحتكم حلوة. وحشتوني جدا. عايزة اقول لكم بقى النهاردة مش هنعمل وصفات مع بعض ولا هنعمل روتين في البيت. النهاردة هنعمل الروتين بتاعنا في المطبخ. انا كنت مكسلة بصراحة ان انا اعمله، فقلت كده اتشجع معاكم ونعمل مع بعض كده عشان اتشجع يعني ان انا اعمله. هو مكركب قوي. بص، ما كنتش عارفه دي بتاعت ايه. دي بتاعت الباسكت اتقفلت، اللي هي بتاعت الاوتوماتيك، ان انا لما ادوس عليه كده برجلي يفتح. فزي ما قلت لكم كنت مكسله ان انا اعمل بصراحه، وهو كنت حاسه ان هو كده مزيت ومبهدل يعني كان محتاج ان هو يتعمل بصراحه. فانا قلت اقوم كده ايه، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان انا اعمله بقى وابطل كسل. عشان هفضل اكسل لحد امتى؟ لازم اعمله. بصوا حتى من تحت الرخامه عليها ايه. همسحها بقى. انا حاطه في الميه دي برسيل جل وكلور، وجايبه فوطه مطبخ نظيفه من الدرج يعني اللي بعين فيه فوط المطبخ. اجيب كرسي لاني لما جيت اوطي كده وانا بكنس بالجاروف حسيت ان بطني وجعتني، فجبت الكرسي بتاع المطبخ ده كده ان انا اقعد عليه عشان اعرف اعمل كويس وانا مرتاحه. بمسح كده الحيطه كويس، وهمسح كمان الرخامه اللي على الارض دي كويس، وارجع ارصص عليها الحاجة تاني. بس هحط الصواني في الناحية دي عشان الناحية التانية صغيرة عليهم، فكل ما اجي اشيل واحدة الدنيا بتتكركب، فهنا هرصصهم ببراح اكتر. بلمع كده كويس، والكلور طبعا برضو بيطهر ويلمع في نفس الوقت. عايزة اقول لكم انا حاسة ان المطبخ مكركب قوي قوي قوي، يعني مش مكركب، حاسة مش نضيف. مش نضيف خالص. كمان عايزة اعمل الحاجات الظرف اللي جوه دي المقفولة دي، عايزة اعملها برضو مكركبة. خلاص انا مسحتها واستنيت لما تنشف، وبعدين هجيب بقى الحاجات كده انظمها مع بعضها. انا مش عارفة والله هحط ايه واشيل ايه بصراحة. مش عارفة اظبطهم مع بعض ازاي. اول حاجة احط صواني الازاز دي كده عشان ما تتكسرش، مش هسندها على الحيطة. والصينيتين دول الكبار دول انا بحتاجهم على طول، فهخليهم برضو كده ايه تحت ايدي لما اجي اخد منهم، ما بهدلش الدنيا. يعني انا ما بعرفش انظم قوي، ماليش في التنظيم قوي، بس اهو نظافة يعني. وهظبط كده كل الصواني. طبعا انا ببدأ كده حاجة في حاجة عشان ايه الحق اخلص ان شاء الله قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يعني كل يوم كده اعمل ايه حاجة في حاجة كده. اخلص المطبخ واحدة واحدة، اعمل الحيطان وبعدين الشفاط بعدين البوتاجاز، وبعدين اطلع بره بقى على الستاير افكها واعمل الحيطان برضو، وهكذا كل يوم واحدة واحدة كده كل حاجة هتخلص ان شاء الله. عايزه اقول لكم انا عملته، بعمل لكم الفيديو على طول بعدها، يعني بعد ما خلصت دلوقتي. انا والله تعبت جدا يعني في المطبخ، يعني تعبت وانا عماله اوطي وكده. حاسه ان انا ارهقت جامد. بس هعمل بقى كده. هعمل بقى ايه. انا خلاص رصصت كل الصواني الناحيه اللي هناك دي. طبعا هي الصواني كلها نظيفه لان انا بستعملها على طول يعني. ده اللي هو القمع بتاع بتاع يعني لو هاجي احط عصير في حاجة في ازازة او كده. وساعات بعمل بيه الممبار برضو، بس انا بعمل الممبار بايدي بصراحة. بصوا اهو بحاول اظبط الدنيا كده على قد ما اقدر. ده الهون. وبعدين هعمل بقى الناحية التانية برضو همسحها نفس الحكاية، بس كنت بظبط لكم الكاميرا على الناحية دي عشان تشوفوا. همسح برضو الحيطة، اجيب الكرسي اقعد عليه. عايزه اقول لكم يعني لما بوطي كده انا ما كنتش كده خالص، بس دلوقتي لما باجي اوطي بتعب قوي. همسح بقى كده برضو الرخامه كويس. اللي على الارض دي، اللي على الارض ده مش بلاط، دي رخامه من الاول للاخر. انا قطع رخامه للناحيه دي وللناحيه دي على الارض. فهو الراجل قال لي كده احسن عشان لو ميه ماسوره ضربت اي حاجه مفيش حاجه تجيلك على حاجتك وتبهدلها. فحلوة قوي فكرة الرخامة دي. بعد ما مسحت طبعا الناحية دي بقى وسبتها ان هي تنشف وكده. معلش اخويا كان بيقول لي حاجة. زي ما قلت لكم بقى بفضي كده البرطمانات، يعني بعمل برطمان جديد كده للدقيق عشان التاني كنت حاسة ان هو زيت كده وما بقاش نضيف.
فهفضي بقى فيه الدقيق كده. انا بفضي ليه كده؟ عشان يعني افضي مساحة عندي، عشان يبقى في عندي مساحة احط فيها حاجات تانية، عشان انا ارفف المطبخ عندي الظرف ما هياش مش كبيرة قوي يعني، هي من جوه ضيقة. فانا بحاول كده ان انا افضي اول باول، وعاملة واحد اهو للمكرونة لو انتوا شايفين، واحد للشعرية كده. ده رف الحلويات برضو، اللي هي المستلزمات اللي بحتاجها في الحلويات والبيكنج وكده.